ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي وبنياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. جاتو لاراب، الوصفة التقليدية اللي كبرنا كامل بها، راح نعطيها لكم اليوم ونشاركها معاكم كيما كانت تقول لي ميمتي العزيزة ديريها. المهم اللي تمر منا ما تنساش دعوة الخير لأمي، والله يحفظ أمهاتكم ويرحم أمواتكم جميعا. راح نستعمل هذا الكاس تاع الزجاج. اللي عندها الكيلة هذه تستعملها، واللي ما عندهاش تجيب أي كيلة عندها، تكون صغيرة ولا كبيرة ما تهمش. المهم الكاس نتاعي عمرته بيض، هنا دالي 5 بيضات على خاطر البيض نتاعي صغير. كاس غير ربع سكر، تقدري تستعملي نص كاس ولا اقل شويه من الربع اذا ما حبيتيش الحلوى الكاطو تاعك يجيك حلو بزياده، على حسب المربى ولا الكونفيتور اللي راح تستعمليه. راح نضرب هذاك البيض نتاعي مليح مليح كما راكم تشوفوا بالفوي برك باه يذوب هذاك السكر عندي. نضيف رشه تاع الملح ما ننساهاش باه نصحوا الذوق تاع الحلوى نتاعنا. خلطي غير بالفوي. اللي عندها العجانة تستعمل العجانة البنات، وهو راه ساهل ماهل ما يديش الوقت. زدت هنا الكوب نتاعي تاع الزيت، انا تعودت البنات والفت نقول كوب سامحوني. المهم راه الكاس ولا الكوب ولا كيلة نفس الحاجة ما كانش فرق. نخلط هذيك المقادير تاعي مليح مليح حتى تمتزج هذيك المكونات. هنا الحلوى تاعكم عطروها بحبيتو، تحبوا قارص ولا برتقال ولا فاني كما حبيتو اللي عندكم واللي موجود. راح نضيف ثلث الكوب يعني 2 مغارف تقريبا كبار نتاع نشا. قبل ما نضيفهم راح نضيف الملعقه السحريه، هنا راهي مغرفه تاع كبيره تاع اكل مربى نتاع المشمش. المربى نتاعي هنا البنات راه شويه حامض، اذا خفتوا تجيكم الحلوى حلوه بزياده نقصوا في السكر نتاعكم. وضفت ملعقه كبيره ياغورت طبيعي، راح يعطيكم واحد الخفه وواحد الطراوه كما نقولوا. الحلوى تاعكم قد ما طولت قد ما تطرى وتزيد في البنه نتاعها. نزيد هذاك النشاء اللي عندي اللي هو 2 ملاعق كبار، ونمزج هذيك المكونات مليح مليح. انا هنا كما قلت لكم استعملت المبشور نتاع البرتقال، كانت عندي مبشور برتقاله كامله. اللي يحب الذوق يكون غير شويه شويه، نص برتقاله ولا برتقاله صغيره تكفي. هنا انا حبيت ندير البرتقال على خاطر راح نستعمل المربى تاع الكابويه اللي كنت درتو المره السابقه. هنا الفارينه البنات راح نشرحها لكم ونقول لكم بالتفصيل، نروحوا درجه درجه كما نقول. هنا نضيف خميره الحلويات اللي هي 2 اكياس، انا استعملت هنا الملعقه. نخلط هذيك المكونات مليح مليح. رانا ضفنا الكاس الاول نتاع الفارينه. هنا كل واحد البنات والفارينه نتاعو، انا راح نقيس لكم وانتم شوفوا الفارينه نتاعكم على حساب واش دات لكم. المهم هنا نضيفوا الكاس الثاني، نزيد نمزج مليح هذيك المكونات حتى تدخل في بعضها. هنا قادره تضيفي كما نقولوا الفارينه نتاعك، ومادامك يعني كما نقولوا مستعمله ايدك ولا تعرفي الخليط تاعك والقوام تاعك كيف راح يكون. نضيف الكاس الثالث، راح نضيف نص ونشوف كما كنا قلنا الفارينه على حساب النوعيه اللي تشرب واللي ما تشربش. هنا راني نأكد على الكيسان والمقياس تاع الفارينه على جيل البنات الصغار اللي يبداو يتعلموا باه ما نضيفوش الفارينه مره واحده وهكذا تجينا الحلوى نتاعنا يابسه. هنا هذا الحلوى راح تتطلب منا نقسموها قسمين، والقسم اللي لتحت نفرشوه في البلاطو الطبقة الأولى لازم يكون الطري. هذا هو السر اللي تعلمته من عند أميمتي العزيزة، ربي يحفظها ويحفظ لكم والديكم. دائما تقول لي خلي العجينة طرية، كل ما خليتيها طرية كل ما تجي الحلوى تاعك طرية وهشيشة، وكل ما تبقى وتطول أكثر تولي بنينة أكثر. راكم تشوفوا القوام نتاعها. راح نضيف نص الكاس الباقي، نخلط مليح. هنا تحبي تستعملي ايدك استعملي يدك، من الاحسن ان نستعملوا ايدينا. انا فقط هنا على جال التصوير، ماشي كل وقت يعني كل دقيقه نغسل يديا ونعاود نرجع للعجينه.
هنا القوام تاعنا راه بدا يثقل. واش راح ندير له البنات؟ انا راح نخلي بالنسبه ليا راح نخليه مده 5 دقائق، ومن بعد نرجع ليه نشوف اذا الفرينه تاعي تشربت ولا لا. كما راكم تشوفوا راهي طريه بزاف. هنا باه تضمنوا الحلوى نتاعكم ولا الكاطو نتاعكم يجيكم طري. بعد هذيك ال5 دقائق انا كنت رحت دهنت البلاطو نتاعي وفرجت له هنا ورق تاع الزبده. استعملت هنا بلاطو صغير، راح نقسم الكميه على قسمين. مانيش راح نزيد الفارينه للخليط تاعي، راه مليح وكما نقولوا العجينه راهي روعه. ندي كميه قليله اللي تكفيني كما نقولوا نديرها قاعده. راح نطرح هذيك العجينه نتاعي بالسمك يكون تقريبا اقل من 1 سنتيمتر، يعني تكون رقيقه. كما راكم عارفين درنا 2 خميره نتاع الحلوى، والحلوى نتاعي ولا الكاطو نتاعي راح يزيد يطلع معايا في الفرن كي نعود نطيب فيه. راح نجيب المربى نتاعي. المربى راني كنت درتو معاكم في الفيديو السابق، جاء ولا اروع. القوام تاعو يهبل كما راكم تشوفوا، وحتى الذوق البنات كريمي وماهوش حلو بزاف. والذوق نتاع البرتقال تاعو يعني كما نقولوا غالب فيه، يعني كأنه برتقال بالصح بذوق كريمي. المهم راح نطرح طبقة رقيقة على هذيك العجينة الأولى اللي حطيناها. نمشي هذاك الكونفيتور تاعي غير بظهر الملعقة نميلها شوية البنات هكذا باه كي نعود نمد في هذاك الكونفيتور ما نفسدش السمك نتاع العجينة نتاعي من الأسفل. راني نشرح ونعاود، سامحوني وتبعوني البنات الصغار المبتدئات، على بالي ما شاء الله كاين حراير بزاف، بصح البنات الصغار واللي هذا وين ابداو خطوه خطوه في الكوزينه لازم لهم شرح يعني مفصل. المهم نحي شويه من هذيك العجينه اللي بقات عندي، نجيب نص كاس نتاع فرينه ونبدا نضيف على هذيك العجينه ونخلط. نحاول اني نشفها، بصح نشفها مش حتى ترجع يعني يابسه بزاف، نشفوها بقدر ما كي نعودو نمسو في العجينه نتاعنا تولي ما تلصقش في الايد. هذاك مكان. المهم باه كي نستعملوها ونرابيوها، نجيبو لا راب ونرابيوها راح تمشي معنا كما نقولوا سوا. هنا البنات عندكم زوج نصائح. تحبي تستعمليها مباشره بعد ما تدخلي في هذيك الفرينه هكذاك وتربيها كما درت انا، وتعدلي هذيك الطبقه تاعك من فوق غير بشويه باستعمال الفرشطه ولا الشوكه. ولا تحبي تدخليها للثلاجه مده نص ساعه ولا الكونجيلاتور نص ساعه ربع ساعه على حساب الكونجيلاتور تاعك. كما راكم تشوفوا القوام تاع العجينه تاعي ماهيش تلصق في الايد. نبدا نستعمل لاراب بهذه الطريقه ونهبط هذوك الخيوط شويه بشويه فوق العجين حتى نكمل كامل الكميه. كما سبق وقلت لكم هنا هذوك الخيوط اللي طيحوا فوق بعضهم ما نستعملش اليد، راح نستعمل فرشيطه شوكه كيما هذه ولا راس تاع السكين باه يجينا الكاطو تاعنا متحوف الطبقه الفوقانيه وما تجيش هذيك العجينه اللي رانا نربيو فيها مكدسه فوق بعضها، يعني تجي طبقه كامله قد بعضها. هنا راح نستعمل لي مول تاع لي تارتولات نديرهم بشكل صغير، يعني هكذا حاجه متحوفه تجي باهيه شكل ومذاق. كما شفتوا الطريقه الاولى حطيتها لكم في المول كيما نديروها تاع بكري وزمان، وهذو يعني حاجه بريزونطابل تقدري تحطيها حتى للضياف ماشي غير للقهوه للوليدات. المهم راح نعدل انا هذيك الطبقه صغيره هكذا، ديروها رقيقه البنات. هنا نحطوا كميه مليحه تاع الكونفيتور، كونفيتور النوع اللي حبيته. اكيد محبوب الجزائريين هو مربى تاع المشماش، وصراحه لا يعلى عليه. كاين بنات هنا نوعيات بزاف تاع المربى تاع المشماش، بصح ما كاينش البنه كيما بنه تاع المشماش تاع الجزائر. المهم راح ندير نفس الطريقه على هاد الليمول الصغار تاع لي تارتولات. نربي العجينه تاعي ونعدلها بالفرشيطه. هنا راني هبط غير هذوك الطريفات لتحت. نكمل الكميه نتاعي كامل. الفرن نتاعي هنا راه يسخن، انا عندي الفرن البنات اذا استعملتوا بلاطو كبير
سخنوه على 170 180. استعملتوا بلاطو صغير كيما هذا، استعملوا درجة حرارة أقل، يعني تكون بين 160 170، ما تزيدولوش كثر على خاطر يطيبوا ليه ماشي كيما البلاطو الكبير. المهم انا الحلوى نتاعي ولا الكاطو تاعي راه واجد، نروح ندخلو الفرن ورجع معكم تشوفوا النتيجة. هنا به نحيو هادوك الحلوى نتاعنا ولا الكاطو تاعنا الحبات، لازم نستعملوا هذا العود الخشبي تاع الاسنان. هكذا راني نحي فيهم هما سخونين. البلاطو نتاعي هنا مدهنتوش، والنتيجة راهي قدامكم، ولا اروع، طابو كي الورد. الوصفة نتاعنا راح تقطع لنا كمية لاباس بها ما شاء الله. النتيجة راهي قدامكم. حبيت نقطع معكم هذيك الصينية الصغيرة اللي بقات. هنا البنات اذا كنتم مش مستعجلين عليها، غطيوها وخليوها لثاني يوم تصبح أطرى، وتقدروا تقطعوها بكل سهولة بلا ما تتكسر لكم. ومن الأحسن استعملوا قاطع الورق، يكون رقيق وماضي ويسهل عليكم العملية. خلصنا وصفة اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع وصفة أخرى بإذن الله.